لو نفسك في طعم القرص الفلاحي الأصلي اللي بيدوب في البق، يبقى الفيديو ده ليكي. يلا نشوف الوصفة والمقادير ونشوف عملناها ازاي. معانا كيس من الخميرة، 3 معالق من السكر، كوباية من اللبن الدافي. هنقلب بقى الخميرة والسكر مع اللبن كده ونركنهم على جنب شوية. بعد كده هننزل بكيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح، نص معلقة من البيكنج باودر، ونقلبهم كويس. معايا نص كوباية من السمنة على الزيت، لو حابة تحطي زبدة على زيت ماشي، حابة تحطي سمنة بس لوحديها عادي اللي يريحك. ولو عندك كمان قشطة وحابة تحطيها هتبقى تحفة معاها. انا هنا معلش نزلت بقى بالخميرة واللبن، المقطع ده متصورش. هنبتدي بقى نعجن العجينة بتاعتنا كده. هننزل بقى كده باللبن. هنا كيلو دقيق اخد معايا كوبايتين من اللبن، كوباية دوبت فيها الخميرة والسكر، والكوباية التانية زودتها على الدقيق. هنبتدي بقى نعجن. هنعجن بقى كويس لحد ما تتكون معانا عجينة ناعمة وطرية كده بالشكل ده. ده شكلها معانا عجينة طرية وناعمة مش بتلزق، وده القوام بتاعها. هنغطيها بقى ونسيبها ترتاح كده 10 دقايق ولا ربع ساعة. وده شكلها معانا بعد ما ارتاحت. هنبتدي بقى نشكلها. هناخد بقى كده قطعة من العجين ونبتدي نكورها كور صغيرة زي ما احنا شايفين، ونحاول ان احنا نخلي حجم الكور كل واحد تقريبا كده. هندهن السطح بتاعنا دهنة زيت خفيفة كده، وهنبتدي بقى نفرد القرص بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين، ونحاول ان احنا منرقهاش قوي عشان تطلع معانا السمك بتاعها حلو. هتتفرد معاكي بكل سهولة علشان احنا مريحين العجينة شوية. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا كده نفردها كلها، وده شكلها معانا. بعد كده هنجهز الصواني بتاعتنا. اهم حاجة ان انتي تفرديها وتحطيها على صواني الخبز على طول عشان هنسيبها تخمر، ما ينفعش ننقلها تاني عشان التخمير بتاعها ما يبصش. ده شكلها معانا لما خمرت، وده شكلها معانا بعد ما خبزناها. قد ايه معانا قرص فلاحي طرية وهشة، والريحة والطعم حكاية زي ما احنا شايفين. قلبها من جوه خفيف وهش. اهم حاجة ان انتي تسيبيها تتخمر كويس، كل ما سبتيها تتخمر كويس هتديكي نتيجة مظبوطة. وده شكلها معانا، وقلبها من جوه خفيف وهش وطرية، وطعمها وريحتها جميلة. جربيها وان شاء الله الوصفة تعجبك، وان عجبتك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة.